السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كي دايرين يا أغلى وأحلى متتبعات؟ لبس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم البنات بديت معكم الفيديو هذا من دابا راه تقريبا 7:30 ديال الصباح. بديتو معاكم، بديت بواحد الحريشه كما كتلاحظوا معايا البنات. عندي تما نص كيلو ديال السميده بيضه، زدت عليها واحد شويه سنيده باش كتحمر حيت عارفين البنات السميده بيضه ما كتحمرش. هي اللي كان عندك العسل كان احسن، كيكون حسن زعما صراحه. هي صراحه لذيذه على السميده الصفراء. السميده الصفراء خلاص راه كتحمر راسها. المهم درت البنات شويه د الملحه شويه ديال سنيده صافي وكنخلطهم مزيان كما كتلاحظوا معايا البنات. بالنسبه لهاد السميده البنات البيضه باقا في ثمنها ما تزادتش ياك البنات، ورخيصه على السميده الصفراء اقتصاديه زعما. نطف هاد الصباح يعني حداقيت كي نقولوا، راه ماشي ديما كنصبح ندير الحرشه صراحه مره مره. بحال دابا هاد الصباح هذا راه كاين بنياتي يعني قاريين بجوج. ايوا قلت نصايب حريشه منها نفطر بها انا بالزوج ديالي، وبنياتي البنات راه ما كيفطروش ملي كيكونوا داخلين في الصباح. واش حتى نتوما وليداتكم والو ما كيبغيوش يفطروا لي؟ كيديو معاهم شي حاجه يعني في الاستراحه كياكلوها. بحال بالنسبه لهاد الصباح يعني درت حريشه كيديو طريف د الحرشه فيه الفرماج صافي. كما كتلاحظوا درت الزيت البنات وكنبسبس ديك السميده بيديه، يعني كنلبس لها ديك الزيت اللي درت معاها فيها، كنقص منها واحد شويه باش غادي نقرص زعما صافي. نخلط كما كتلاحظوا معايا صافي، وكنزيد الماء البنات. كنخلط نحركوا الحرشه ديالنا غير باطراف الاصابع. كنضيفوا لها البنات الماء الكافي كما كتلاحظوا معايا غير بالاطراف الاصابع ديالنا صافي. دابا راه تخلطت كما كتلاحظوا عندي خفيفه، غنخليها ترتاح واحد شويه بيد ما نجيب طاجين وديك الساعه غتكون شربات. المهم البنات الطاجين ديالي درت له شويه الزيت صافي. البنات كندوز فيه الزيت باش ما كتلصقش معنا الحرشه. كما كتلاحظوا معايا انا كنقرص الحرشه في الطاجين بارد، كاين اللي كيديرها في الطاجين زعما سخون. اليوم البنات رانا صورت معكم يعني النهير ديالي كي دوزته ماشي كامل لا، غير لقطات من الفطور من الغداء من العشيه مثلا شنو حضرت فيهم وصافي. اول مره ندير فحال هذا الفيديو كنتمنى زعما ينال الاعجاب ديالكم، علاش لا. وما تنساونيش البنات من اللايكات ديالكم، لو وصلتي هنا اختي ما تنسينيش عافاك من اللايك ديالك صافي البنات. وكنقرصها كما كتلاحظوا معايا وكن نديروا عليها ديك الكميه ديال السميده اللي نقصنا. بالنسبه للبنات لوليداتكم حاولوا ديروا لهم ما امكن شي حويجه ديال الدار. بحال دابا شي حاجه يديوها معاهم في الكوتي تكون شي حاجه ديال الدار. كما لاحظتوا كلشي غلا صراحه في هاد الايام هادي. الحمد لله والشكر لله، الله يلطف بينا يا ربي امين. يعني نزيدو نوجدوا واحد الحاجه في الدار ناكلوا منها حنا ونعطيو منها لوليداتنا. والله يبدل الساعه بمحسن منها يا ربي امين. صافي كنقادد الحرشه ديالي وغنشعل عليها البوطه. انا البنات شعلت على الحرشه
كما كتلاحظوا أنا الحرشة كنشعل عليها يعني بوطة ماشي ناقصة، عادية، زعما مجهدة. هنا من بعد ما قلبت الحرشة، هنا البنات صافي كتكون قرابة طيب، صافي طابت تقريبا كما كتلاحظوا، جات غزالة ومحمرة وهشيشة في نفس الوقت. واخا راه ما درتش فيها الخميرة البنات، كاين اللي كيدير فيها الخميرة. ها هي البنات الحريشة من بعد ما طابت كما كتلاحظوا معايا. نقطع معكم واحد الطريف. كما كتلاحظوا راه باقا سخونه ديال هاد البرد، وهشيشه البنات. مع واحد البريري د اتاي ها هو كيتشحر البنات كما كتلاحظوا معايا. ما شاركتش معكم يعني الطريقه، ماشي مشكل، راه كلشي كيعرف يطيب اتاي. صافي كنديرو على واحد العافيه مهيله باش كيتشحر على خاطر خاطرو. هنا ملي كيبقى صافي كيغلي كندير له الشيبه كنغسلها في الصراحه عيب بالماء بارد، غسلتها لحقاش ما حراش. صافي في ساعه كنطلع فيه الغليه كنطفيو عليه. ها هي الحريشه ديالي البنات طابت، كويس د اتاي حتى هو يا سلام. صافي ايوا كنكبو ونشقلبو باش كيطلع اتاي غزال. كما كتلاحظوا البريري راه عندي ماشي كبير عا صغير، حيت غنفطر عا انا والزوج ديالي. بنيات في هذا الوقت غيمشيو للمدرسه، غياخدوا عي طريف ديال الحرشه فيها الفرماج وصافي وغادي يمشيو. انا رجعت معكم البنات، جمعة مباركة وباش ما كتمنوا ان شاء الله بالصحيحة والسلامة وبالرحمة والمغفرة وبكل ما كتمنوا يا ربي امين. كما كتلاحظوا معايا البنات غندير شوية د الكسكسو. عندي واحد الكمية د الخضار اللي مخلطة، يعني خضرة ديال الكسكسو. ايوا كنبدا نقي فيها كما كتلاحظوا معايا، شوية د اللفت، خيزو، القرعة الحمراء، الخضراء، الشو. المهم البنات كنستمر على هذا الشكل. ايوا كدايره الخضره كامله، الصراحه الله غاليه ياك البنات، ماشي غير الخضره، كاين الخضره زادت وبزاف. الحمد لله. 10 دراهم فوق مطيشه، الحمد لله والشكر لله على كل حال. صافي وكنستمر في النقا ديال الخضره ديالي. جيت هنا واحد الكوكوت عندي فيها واحد الكميه ديال الدجاج اللي غيكفاني انا والافراد الاسره ديالي. صافي كنقطع فيه واحد البصيله، كل واحد والطريقه ديال النصيب ديالو ياك البنات، واخا عي كسكسو وكيختلف والله العظيم من يد ليد زعما. كل واحد دابا كنشوف حنا، انا ولا كل واحد كيمشي على النصيب ديال والديه. هنا عندي واحد المطيشه صغيره غنقطعها هكا مع البصله، واحد المطيشه اخرى صغيره غنحكها حتى ندير الخضره. ملي كتحكوا مطيشه في الكسكسو كيجي خاتر وزوين. هادي اللي غنحكها البنات.
هنا درت الكوكوط ديالي كتقلى، درت لها العطريه كامله، كنخلي الدجاج كيتقلى لي مزيان. زدت عليه هنا الخضره البنات. هنا رجعت معكم عندي واحد الكميه ديال الكسكسو. هذا الكسكسو ديال الزرع، كاين العادي الا غسلتوه بحال اللي نغسلو هكا راه على حساب كيتعجن بعد المره. انا هذا ديال الزرع كنخوي عليها البنات الماء وكنغسلو مزيان، كنبقى نفركو بين يديا كما كتلاحظوا معايا على حساب. راه خصنا نقيو الحاجه، ما عرفنا زعما منين جات ولا كيفاش تعمرات ولا الله اعلم. من بعد ما غسلته مزيان كنصفيه من داك الماء وكنغطيه بواحد السريبيته. ها هو الكسكسو البنات، طاب سقيت كما كتلاحظوا معايا. سمحوا لي لا شهيت. انا وليت رجعت معكم البنات. دابا العشيه هذه تغدينا ارتحينا الحمد لله والشكر لله. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال ان شاء الله. هنا البنات بغيت ندير واحد الكيكه اللي اقتصاديه وغتنال الاعجاب ديالكم. عندي هنا عرفتوا البنات داك المركز اللي في الفيديو اللي قبل حضرت معكم، درت منه معلقه صغيره وخلطتها بالماء. هو الاول نص كاس سنيده ونص كاس ديال الزيت، بيضه وحده. عندي داك القشور اللي قلت لكم احتفظوا بهم، راه حلوين هادو. عليها درت داك نص كاس ديال سنيده حيت هاد القشور هادو حلوين. عندي جوج خمارات من سوم 8 غرام. هادو هما المقادير البنات، كما كتلاحظوا معايا مقادير بسيطه وفي المتناول. حضروا به واحد الكيك اللي الاسره ديالنا ولينا علاش لا. نديروا منه الكوتي مثلا في العشيه يبقى لنا حتى الصباح يديوه الوليدات مثلا للمدرسه. مهم كينفعنا واخا راه كلشي غلا البنات، ولكن كما كتلاحظوا معايا واخا عي بيضه وحده غنديروا منها واحد الكيك اللي رائع واقتصادي. درت ديك البيضه البنات، زدت عليها واحد القبيصه د الملح باش نعادلو الذوق. زدت عليها هاد نص كاس ديال سنيده. بالنسبه لهاد الكيكه البنات راه كنديروا فيها تقريبا كاس الا ربع ديال سنيده. انا درت نص كاس حيت عندي داك القشور اللي درت في المركز ديال الليمون حلوين، وحتى ديك المعلقه ديال المركز اللي خلطت في هاد الكاس د الماء حلو، يعني ليها نقصت الحلاوه. بالنسبه لهادو القشور اللي كيكونوا معسلين انا احتفظت بهم، راهم كينكهوا الحلويات ولا الكيك واعرنا البنات. ملي ديروا المركز احتفظوا بهم. صافي كنخلطوا كاع المقادير البنات دفعه وحده وكنخلطوا. الراب اليدوي او الكهربائي ماشي مشكل. هنا البنات عندي الكاس الاول ديال الدقيق، نضيف عليهم جوج خمارات. ديما انا الخمارات كنضيفهم في الحلوى ولا في الكيك، يعني في المرحله الاولى باش كتكون الخليط باقي خفيف، باش ديك الخميره البنات كتوزع لنا مزيان، ماشي حتى نضيفوا الدقيق حتى نسالي وعاد نضيفوهم. من الاحسن تضيفوهم في المرحله الاولى. هو الكاس الثانيه البنات اللي انا تعمدت ندير معكم الدقيق هكا باش تعرفوا بالضبط شحال ياخذوا لكم. هنا البنات تقريبا درت جوج كيسان ما عامرينش وزدت واحد شويه، يعني لا عمرتوا الكيسان البنات غادي يجيوكم في جوج كيسان عامرين. كما كنلاحظوا معايا قلت لكم زدت واحد شويه من داك نص كاس، يعني جوج كيسان عامرين غيخلطوا لكم هذا الخليط هذا. صافي وكنخلطو مزيان بالطراب اليدوي. هذا هو الخليط البنات. جيت واحد المول دهنتو بشويه الزيت ورشيت عليه الدقيق، كنخوي فيه ديك الخليط ديالي كامل البنات. عرفتي هنا البنات عير ريحه الليمون طالعه، يا سلام. انا راه من عشاق الليمون، يعني في العصير في الكيك كنفضلو بزاف.
هيا الكيك ديالي يا البنات غندخلها للفران وغنرجع معكم ان شاء الله. هيا البنات من بعد ما دازت واحد 20 دقيقة كانت واجدة عندي الكيك. هانا البنات من بعد ما زينتها بواحد الصوص ديال الشوكولات اللي كنت فايته وحضرته في القناة اصلا كان عندي، وحكيت عليها واحد طونيك. هذا هو التزيين اللي درت معاه اللي درت فيها اليوم. غنقطع معكم البنات شي طريف. هنا راه البنات راه باقا ما برداتش، يعني الصوص كانت عندي بارده والكيكه باقا سخونه، يعني زربت عليها. المهم البنات كما كتلاحظوا معايا جات غزاله، وبديك النكهه د الليمون. جربوها وغتنال الاعجاب ديالكم. وهشيشه البنات كما كتلاحظوا معايا، وبنينه يا سلام. سمحوا لي لشهيتكم البنات، جربوها ان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم. المهم البنات كنبغي نشكركم، ما تنسونيش من اللايك، وشكرا على المشاهدة الفيديو. الى فيديو لاحق ان شاء الله.